السلام عليكم. كيفاش غادي نتسجلوا في الاحصاء ديال 2024؟ نكليكيو على طلب الترشيح. من بعد فاش ندخلوا للسيت الخاص بداكشي غادي نعمروا هاد المعلومات الشخصيه ديالنا: الاسم العائلي، الاسم الشخصي بالعربيه والفرنسيه، رقم البطاقه، التاريخ الوطنيه، تاريخ الازدياد، الجنس، العنوان ديال السكن الشخصي ديالنا، والحي او الدوار فين ساكنين، الجهه والعماله، الجماعة، كذلك الرقم ديال الهاتف، المستوى الدراسي إلى غير ذلك. من بعد تنتقل المؤهلات والتجربة المهنية في مجال البحوث الإحصائية. تنجاوب على الأسئلة هادو، ومن بعد غادي ندوزو الجامعات اللي يمكن لك تخدم فيهم. هنا كنختاروا اللغات اللي ممكن تواصلوا بها، اللغة كيفاش ممكن تواصلوا. من بعد تنعمروا الجامعات اللي بغيت انا نختار انني نتعين فيهم. كاين 3 الحوايج: جامعة ديال مقر السكن، ولا جامعة ديال مقر العمل او الدراسة، او جامعات اخرى. من بعد فاش تنسالي هاد المعلومات هادو تندير انشاء حساب خاص بيا على المنصة. تندير البريد الالكتروني. خاص البريد الالكتروني يكون خدام، تنخدم به، لانه غادي نتوصل فيه بواحد الرسالة ديال التأكيد. من بعد تنكري واحد الكلمة السر خاصة بيا. هاد كلمة السر ما تعرفها حتى واحد، خاصة بيا، اللي من خلالها من بعد غادي ندخلوا باش نديروا تتبع ديال الملف ديالنا في هاد المنصة هادي. من بعد فاش تنعمروا هاد المسائل كاملين كنكوشيو هاد 2 حوايج وكنضغطوا على تأكيد التسجيل. وردوا البال هنا الا نسيتي شي حاجه ما عمرتيهاش تعطيك هاد الرساله هادي، تمشي تقلب على الخانه اللي ما عمرتيهاش. في هاد الحاله هاد الخانه اللي ما عمرتهاش تنعمرها وتنتاكد من جميع الخانات كاملين. من بعد تنعاود نرجع باش ندير تاكيد التسجيل. من بعد فاش نكليكي على تاكيد التسجيل تيقول لي ان التسجيل ديالك تم بنجاح، في انتظار تأكيد البريد الإلكتروني الخاص بك. هنا تجيني هذه الرسالة هذه: استكمال تسجيل طلب ترشيحك بتأكيد بريدك الإلكتروني. من بعد فواحد الأجال أقصاه 24 ساعة تيجيك واحد الرسالة في الجيميل ديالك تتكليك عليها باش دير التأكيد. وهنا في هذه الحالة خاص يكون البريد الالكتروني ديالك يكون خدام، وخاصك تكونفيرمي هذا البريد، هذه الرساله هذه في اجل 5 ايام. الا فات 5 ايام كيتلغى الطلب ديالك. السلام عليكم.